كانت اتفاقية الطلاق بيني وبينها. دقيقة صديق، خلينا نجيب لك القرآن عشان أني أكون صادق قدام رب العالمين ومتابعيني. شايفينه هذا كتاب الله؟ هايو شفتوه؟ هاي ايد على كتاب الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الطلاق كان بيني وبينها اتفاقية وبحب ورضا. ما كان مني زعل بالمرة، اقسم بالله ما بدر مني الزعل. هاي اقسم بالله. بعد القرآن ظل اشي؟ ما ظل اشي انك تحلف عليه. هاي القرآن قدامك صديقي. المحامي تبعها بعث لي اخر مسج. المحامي تبعها بعث لي اخر مسج، بعث لي اياه بوقت متاخر، قال لي انا رتبت على الطلاق بالحرف الواحد، قال لي انا رتبت على الطلاق وانا اسف على اني بعثت لك المسج متاخر. دقيقة يا عبد الله، دقيقة يا اخوان، دقيقة بدك، ثواني ثواني يا اخوان، ثواني عشان صوتي ما يقطش مع الاسد. قال لي انا رتبت على الطلاق وانا بعتذر على المسج المتاخر. تمام؟ تمام. انا طلقت ب 14 شهر. انا طلقت ب 14 شهر. طلقت وما بينت اني طلقت. طلقت وما بينت اني انا طلقت. تمام. كنت انا منبهها قبل بيوم انه الزعل هذا اللي بيني وبينك يضل بيني وبينك، لا تنزلي ستوريات دراما واغاني الناس تيجي تقلب علي، لانه انا في بيني وبينك اتفاقيه. هاي برجع بقول لك، انا حلفت لك على كتاب الله، قلت لها لا تنزلي ستوريات دراما واغاني وقصص، لانه في ناس بتفكر الغلط مني والغلط مش مني. بالحرف الواحد راحت نزلت الفيديو هذا. انا فرجيك اياه. بيدي شلتك يلعفتني. هاي كنت انا بعد مش قايل عن الطلاق. جبل اني وعلي دوم كلك انت حجاره مني. حلو، كلك انت حجاره مني. صارت تستفز فيا بالفيديوهات، وانا كانوا في ناس اقرب الناس الي والها يرنوا عليها يقولوا لها لا تنزلي ستوريات اغاني استفزاز. الفيديو هذا جايب عندها 500,000 لايك وهي مسكر الكومنتات. بعثت لها بالوقت ثاني يوم، انا ما كنت منتبه، بعث لي المتابعين، بعثت لها بالوقت قلت لها الفيديو نزلتيه بالوقت الحالي غلط. قالت لي مش عليك. قلت لها ماشي، انا بدي افهم انه مش علي، بس في متابعين ما بفهموا انه مش عمكس. مليون بالمية عمكس. طب يعني في ناس بتحبني وبتستنى مني انه انا اطلع اسولف، وفي ناس الجمهور التونسي متابعيني عتبانين علي بفكروا الموضوع غلط مني. انا حلفت لك على كتاب الله انه الطلاق ما بدر مني، وها برجع بحلف لك عليه. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله الطلاق ما طلع مني، والله ما طلع مني. شو بدك اكثر من اقسم بالله؟ انا حلف لك على القرآن. ضل فيها ما ضل فيها. طلقت. لما طلقت ايه الحمل كله رمى علي. طب ما كان في اتفاقيه بيني وبينك بحب ورضا، كان في اتفاقيه بحب ورضا، ما كان في مشاكل بيني وبينك. بعدين ضحى يا اخوان، والله قسما بالله انا مش شماتة فيها، وانا بطلب منكم طلب لا تروحوا تشتموها ولا تروحوا تغلطوا عليها. انا في لي جمهور بيستنى مني اني ابرر زي ما هي بررت. انا من حقي اني ابرر، من حقي، صح ولا لا؟ اكيد مليون بالمية. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت لك سبب المشكلة، تستنى مني اني اقول لك شو سبب المشكلة، لانه انا مستحي اقعد اسال السبب بالمشكلة، لانه مش هذيك المشكلة الكبيرة اللي صارت يا الله، مش المشكلة الكبيرة اللي صارت. انا حافظت على ورقة الطلاق من 14 شهر لما بعثت لها اياها، ضليت داير بالي على ورقة الطلاق وداير بالي على حالي.
بس في ستوريات على السناب تنزل دراما، في على التيك توك تنزل دراما، في اشي بخص كرامتي ما ضل لي مجال، خلص بعثت لها اياها. انا لا اول واحد طلقت ولا اخر واحد طلقت يا اخوان. وبالنسبه للناس اللي بتيجي تقول لي انت استغلتها، انت هاي الناس، مش هي الناس اللي بيجوا بيقولوا لي انت استغليتها. مين قال لك ان انا استغليتها؟ انا كل العالم بتعرف انه انا كنت حاطها بعيوني، كل العالم، كل الدنيا بتعرف، كل الدول العربية. اي استغلال؟ مين يعني مش فاهم انا يعني انت بتتجوز، انت انسان بتتجوز، مين بده يصرف على البيت؟ اكيد مش جارتنا. فحبيبي انت لما تيجي بدك تغلط علي، اول اشي اسمع من الطرفين. سمعت من الطرف الاول، استنى الطرف الثاني لما يطلع ويسولفك عادي. قلت لك هاي حياة وبدها تمشي، وانا مش كرهن، والله مو كرهن قسما بالله، بس من حقي اني ابرر. علق البث. اي مشكلة بسيطة كانت تصير بالدار، يعني اسمع كلمة الطلاق مليون مرة. ايش طيب؟ حلو، خلصنا من نقطة الطلاق. هي قالت انه انا جبت بلال اخوي عندي عشان يحل مشاكل. حرفيا انا اللي كنت اجيب بلال، انا اللي كنت احجز له، كنت اخليه يجي يحل مشاكلنا بالدار. مزبوط، هي بهاي ما غلطت، انا اللي كنت اجيبه. ما كنتش عارف شو بدي اسوي. يا الله شو بدي اعمل؟ انا شو اعمل؟ يعني انت اصلا لمرحله اني احجز لبلال، احجز لبلال ينزل عندي. والله المواقف تبعت بلال انا ما بنسى له اياها، لانه الصراحه كان يعني يقنعها ويسولف معها ويروقها وتروق، ويقعد عندي بلال 6 10 ايام ويسحب حاله ويروح. انا حجزت مره لبلال 3 مرات، احجز له الغي له، احجز له الغي له، والله العظيم. بس يا صاحبي اسمع من الطرفين، تسمعش من طرف واحد، طرفين اسمع. يعني فكرتك انني مبسوط يعني ان انا طلقت مثلا؟ انت شايفني مبسوط اني طلقت؟ بعدين الناس بتبعث لي بتقول لي انت عندك مشكله وبحفله. اول شيء قلت انا بررت انه مش انا اللي كنت ماسك تليفوني، تمام؟ بعدين حتى لو اني كنت ماسك تليفوني، اول شيء هذا عرسي من خالي اللي راح معي لتونس، اللي قعد معي 12 يوم، اللي طلب لي ضحى، واللي دار باله علي غاد، وتعب معي تعب مش طبيعي. من حقي اني اقدم واجب عادي.